النهائي ده اغرب نهائي انا شفته في حياتي. يعني دايما بنسمع عن جملة حب من طرف واحد، انما نهائي من طرف واحد دي جديدة يا بتوع الارجنتين. يا عمي ده سكالوني النهارده عمل تبديلات اكتر من التسديدات اللي سددها منتخب الارجنتين في الاربع اشواط. شاكيرا النهارده ظهرت في الملعب اكتر من ظهور اللعيبه بتاعه منتخب الارجنتين، وكانهم بيلعبوا تحت تهديد السلاح. لو بالدعوات ما تستاهلوش ان انتوا تلعبوا النهارده المنتخب الاسباني يا اخي، تتفرج وكانك بتتفرج على مسلسل لكازا دي بابل. شفنا النهارده سطو مسلح اسباني قال لك لا دخول ولا عبور ولا خروج ولا اي حاجه. شفنا المنتخب الاسباني اي نعم الهدف جه في الدقيقه 106، ولكن ده من الدقيقة 90 يا اخوانا. كان على المنتخب الاسباني يسجل له على الاقل 3 اهداف في طوال ال 90 دقيقة قبل الاشواط الاضافية. زيرو اي تسديدة على المرمى او في وش الجماهير للمنتخب الارجنتيني، زيرو اي صناعة فرصة، تقريبا لمسوا الكرة في منطقة الجزاء مرة او مرتين. الناحية الثانية المنتخب الاسباني 20 تسديدة، 12 تسديدة على المرمى. وكأن الخطة النهاردة ما بين الفريقين، فريق بيلعب على الفوز لاخر دقيقة وفريق تاني بيلعب على تصديات ايميليانو مارتينيز والمعجزه بتاعت ليونيل ميسي اللي هيصنعها بعد الدقيقه 80، او ان هم يوصلوا لركلات ترجيح ونطلع بعدها نقول شيل يا طويل العمر شيل، شيل الكاس شيل. ولكن النهارده اللي شال الكاس كان صغير العمر لامين يامال ورفقائه. شفنا كمان النهارده الواد توريس بينزل من على الدكه بيسجل لك هدف الفوز، عشان الناس هتقعد تقول لك دلوقتي اسبانيا كتالونيه، لان لما اسبانيا خدت كاس العالم في 2010 كان صاحب هدف الفوز على هولندا كان انيستا الرسام، والنهارده برضه صاحب هدف الفوز توريس لاعب برشلونه. وشفنا كمان نيكو ويليامز اللي عامل لك فيها فينيسيوس اسبانيا او فينيسيوس الباسك. يا سيدي انت صنعت هدف وسجلت هدف واتلغى لك، واعتقد ان الهدف ده كان المفروض انه يتحسب يعني، ولكن بعدها حاول ان يستعرض حبتين. وشفنا كمان الواد اللي اسمه انزو فرنانديز لمس رجل اللعيبه بتاعه اسبانيا اكتر ما لمس الكوره النهارده. وبتتعرض الارجنتين للعداله الكرويه وبيطرد منها انزو فرنانديز، وبيلعبوا الاشواط الاضافيه بدون الواد انزو فرنانديز عشان المنتخب الاسباني النهارده يترجم لك الافضليه ليه هو افضل منتخب موجود في البطوله. خد البطوله ديت برتم تصاعدي.